لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 978 لوانا كاين تفسير القرآن في رزبين وخزمتان وما بس رزامن دي رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. بل خوي سبحانه وتعالى فرمي بتشيويك مشركة كان عهد بيمانيان دمين لاي الله تعالى ولاي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم تنها أوانا بنكوا عهد بيمانيان دا للاي مسجد الحرام لمكي بيروز فما استقاموا لكم حتى أوان بردوان بونو عهد بيمانيان نشكان فاستقيموا لهم دي أنقوش بردوان بن لقال بردوان لسر عهد بيمانكتان إن الله يحب المتقين بيقمان الله تعالى كسانيشي متقي خوش دبيه. وكل تفسير محرر ضلي لدوائي الله تعالى لا أتكان في شوتر فرموي براءة من الله ورسوله وهو فرموي أن الله بريء من المشركين تفرمي فلعل بعض قبائل العرب من المشركين يتعجب من هذه البراءة. لو أنا هندق لا قبيلة كان عرب لمشركة كان سريان صرب من لو براءتي لبرسي يعني الله تعالى تبرادك لو أهد بيمانانيك ولقى المشركين هيتيان لقى المشركين لقى المسلمانان هيتيان ويسأل عن سببها دعوة برسيادك أي سبب كي تسير لبرسي الله تعالى تبرادك لقل بيغمبرك صلى الله عليه وسلم لو أهدوا في ماناني مشركين كلقل المسلمانان هيتيان لبرسي سبب تسير. وكيف أنهيت العهود وأعلنت الحرب يعني كو أوعدوا في مانانا كو تاي بيدي وإعلان حرب لسريان ذكرين فكان المقام مقام بيان سبب ذلك يتلير ذا مقامك مقامي بياني أو سببية رنكرنوية والحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين أو حكمة ما لو باز دكاكوا أو حكمتي ودكاك الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم تبراب كان لمشركين وأنه حكم واقع في محله وأو حكمش فاشوي كوالي روين دكاتو أزولود بديار دكي كوال لزيقاي خويتي وأن نبذ العهود إلى المشركين أمر في غاية الإحكام والصواب. إتر تبراك دن العهد بيمانو نماني عهد بيمان لقى المشركين أو بريارك أو بري صواب راس تدرستي وحكمتي تدا. فكان المقام مقام بيان ذلك وأنه أمران إتلير دا لو أتخوي سبحانه وتعالى بيان ذكا كوا دو سببها بعد ما بين العقائد يكام عقيدة التوحيد لقى عقيدة الشرك زور ليك دورا وسبق الغدري وهروها بيشتري سندين زار أو مشركانا عهد بيمان يانش كان دكواتا خلاصة أو دو سببها. كيف يكون للمشركين عهد وكل قاسمي دلاء كيف يكون للمشركين عهد أي أمان مشركة كان كو أمانيان بيبدري عند الله وعند رسوله كو أمانيان بيبدري لا الله تعالى ولا بيغمبرك صلى الله عليه وسلم وهم كافرون بهما لكاتك دان كفر بالله تعالى ذكر كفر ببيغمبرك صلى الله عليه وسلم
فالاستفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم عهد. وقت استفهامك معنى إنكار نابي زور دور أوشتا كسانك وكفر بالله تعالى وكفر ببيغمبر كذا كان صلى الله عليه وسلم لهما كاد عهد بيمان وأماني أنها بالله الله تعالى وبيغمبر صلى الله عليه وسلم. وكل تفسير سعدي دلي هل قاموا بواجب الإيمان أخر دي أوانا لو أماني أنهبي أوان بواجب إيمان هستاينا أم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أذيتهم يعني توانا تقصيريان كردي لأزياد داني بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل أزياد داني إيمان داران أم حاربوا الحق ونصروا الباطل يعني وانا كسانيكن محاربي حق دكن دجاتي دكن باطل بسر ديخن أما سعوا في الأرض فسادا أدي هالأوانا نين فساد لصروا يزوي بلاو دكنوا فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم ديوانا مستحقا الله تعالى تبرأ لعهد بيمان أوانا بكا وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله وأنا مستحقا هز عهد يتشيان هز أمانة يتشيان نبي لا الله تعالى ولا يبيغمبر صلى الله عليه وسلم شنقيتي ضلي وكل عدم النمير ضلي المعنى أن نبذ عهودهم إليهم حكم في غاية الصواب كواتا بابلين نهيشتني عهد بيمان لقال مشركة كان لنوان مشرك مسلمانان حكمك أو بري راس تدرست ذا واقع في موقعه موضوع في موضعه وتلا زي جاي خويتي بربا بيستي خويتي أو إيشا لأنهم أهل خبث وأنا بيسا مشركة كان وأهل عداوة ومكر للإسلام أنا حتى بيان بكرة دجايتي وبيلان دا رجل تجي إسلام يستحقون نبذ عهودهم إليهم شاني أون كوا عهد بيمان كان بسر دا بدريته وعهد بيمان نمين لقال أوانا وأن يكونوا حربا وأنا أصل وأهل حرب نق أهل عهد بيمان إلا الطائفة الذين ثبتوا إلا ما قال أوانا نبي كوا ثابت من نسر عهد بيمان يانو ناش كان به الشباك لهذا فرمي وهذا معنى قول كيف يكون للمشركين عهد كيف يكون للمشركين عهد يأمنون به على أنفسهم وأموالهم عند الله كواتا لو دفرمتن كو دبي كساني شي مشرك عهدي شيان هبي كبهويا أمين بن لسن نفس خوان ولسن مال خوان للا خواو أو أمانتين بي بدريو يأمر نبيه بالوفاء به وعند رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل بمقتضاه وتكود بأن عهد بيمانيا بيبدري للان خوا سبحانه وتعالى كفرمان بيغمبر كيدك صلى الله عليه وسلم واللان بيغمبر صلى الله عليه وسلم كفرمان بإيمان داران دكا أو مشركان أمين بن لخوان ولماليان لكاتك داوان أهلي غدر خيانة. ابن عاشور ضلي في وصفهم بالمشركين كاتك ووصفي عندك لربا مشريك إيماء إلى علة الإنكار على دوام العهد معهم كاتب فعلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله أنا مشركا علك ليردايا علك ليردايا سببك ليردايا كابرا مشركة أهلي خبثة أو عقيدة بوتصليها شريك لبو خواب ريادا والعياذ بالله أو عهد بيمان بالله الله تعالى لم حرر ضلي استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد راستي لي كيف يكون كيف طبعا ابو استفهام بلان بمعنى انكار واستبعاد اوشتنابي زور دوره لان يكون لهم عهد ولا ينكثوه مع ضغن صدورهم عداوتها وتوقدها من الغيظ زور دوره وانا لكاتك ذاك او مشركانا زور دوره وانا عهد بيمان بباريزن لكاتك دا اوهم حقد لضليان برامبر با خوا سبحانه وتعالى برامبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر بديني خوا أو لأن يفي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعهد وهم نكثوه لكاتك دوان عهد بيمان دشينن زور دورة بردوام بي للا خواي قوله سبحانه وتعالى لان بيغمبرك صلى الله عليه وسلم ببردوام بي عهد بيمان هبي للا خواوة أمان بوانا بدري دورة أوشتا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كاتل لير كسانش استثناء ذاك لمشركة كان أوانك وعهد بيمان تان لقليان هي للا مسجد الحرام يعني أهل مكة يعني أهل مكة أوانك وعاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أوانك لحديبية لروجي حديبية لمكان زيقاي حديبية
عهد بيمانيان بستالق بيان صلى الله عليه وسلم على ترك الحرب معهم 10 سنين كاتوا عهد بيمانيان بستال 10 صالان كوا لقل مسلمانان لا عهد بيمان أمان دابا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي فما داموا مستقيمين على عهد مكل قاسمي دلي حتى أوان بابندن بعهد بيمان كيان مراعين لحقوقكم كوا رتاوي حقين قودكا فاستقيموا لهم على عهدهم دي انقوش بردوان بن لا عهد بيمانتان لقليان إن الله يحب المتقين أي فاتقوه وكل قاسم أي فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم كواتا أوان حتى لقلنقو بردوان لا عهد بيمان ناش انقوش بردوان بن لبرو الله تعالى كساش متقي خوش دبي دي انقوش تقواي خوابكن لو كوا عهد بيمان مشتينن عهد بيمان مشتينن مستقيم اللي قال ماكو انش مستقيم اللي قالتان عهد بيمانيان قاعد تسال ابي حيان ضلي الوفاء بالعهد من اخلاق المتقين لو الله تعالى متقيني خوش دبي سنك متقي يقلى صفات كان او كوا اهلي وفانا عهد بيمان دا باريزن لو اخواي قول سبحانه وتعالى فن انقوش عهد بيمان باريزن سنك عهد بيمان باريس نصفت متقيانا خوي يقول متقيان متقي كان خوش دبي ابن كثير دلي وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون قال في صلى الله عليه وسلم لقل إيمان داران ويان كرد استمر العقد والهدنة مع أهل مكة حتى أوان أهل مكة كالحديبية عهد بيمانة لقل في صلى الله عليه وسلم بستا في صلى الله عليه وسلم مسلمانان عهد بيمانة باراست أو عهد بيمانة بردوان بو من ذي القعدة سنة 6 لما جت القعدة لصالح الشمي كوتي إلى أن نقضت قريش العهد لصالح الشمي كوتي لذي القعدة أو عهد دست بيكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال إيمان بردوان بول سري باراستيان حتى وكو قريش عهد بيمانيش كان ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاع أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا يكلب أن كان اتفاق أوبوك هر يقلوانا واتلا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقال المسلمانان هاو بيمانيان هبو والمقابل دا قريشان هاو بيمانيان لقى هندق لقبائل كان ليك يقلب أن كان أو بالندب وبهيش شيويك هجوم بكنا سر يك يقلب قبائلاني كوا لهاو بيماني مقابل كتا بلام اوان شكان ديان وابو بنو بكر كوا هاو بيماني قريش بو قريش هات بالبشتي كرد لأوي كوا بنو بكر هيرشي كرد سر خزاعة كلهاو بيمانتي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم قريش هات هاو بابلين بالبشتي بنو بكري هاو بيماني خوي كر لدجي خزاعي كوا سون تعدايا ليان كردن كاتك خزاعة لهاو بيمانتي بيغمبر بو صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم يتل قريش لقل بنو بكر هيرشان كرد سر خزاعة وأوانيان كشتن في الحرم أيضا لنا حرم يجبون فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوان أو عادو بيماناش كان في صلى الله عليه وسلم سو فتح مكيك لرمزان الصالي هشتي كوتي ففتح الله عليه البلد الحرام إذن الله تعالى مكي بيروزي فتح كلبو في صلى الله عليه وسلم ومكنه من نواصيهم خوي سبحانه وتعالى صلاة شواب في غمر بس بخشي كوا أوان هموي كفنا بردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم إتر باشوي كوا كوتنا بردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم أواني كوا مسلمان بون بيغمبر صلى الله عليه وسلم آزاد يعني كر فسموا الطلقاء أواني بيغمبر آزاد كان كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم آزاد يعني كر وكانوا قريبا من 2000 نزيكي 2000 كسبون ومن استمر على كفر برام إيواش هبو لقريش كان بردوام لسر كفر كي خوي وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لبردست بيغمبر صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في 4 أشهر في صلى الله عليه وسلم خبر لنا كأمين بهتات سان مانغان تستد لنادين بهيج شيويك يذهب حيث شاء شيو دروي بروي اعتيادية لو أنا صفواني كري أمية عكرمي كري أبي جهل وغيري أو دوانش يتر أوانش هل خلال أو فتري هداهم الله للإسلام خوي سبحانه وتعالى هداية دان تكديها لأهل بون لبو هدايات
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الله. الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.